كتير بنتكلم على ان التاريخ بتاعنا اتزيف، وان التاريخ بتاعنا لازم يتعاد كتابته. وارجعوا لفيديوهات دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، وهو يمكن اول من اشار الى ضرورة اعادة كتابة التاريخ، بس اعادة كتابة التاريخ الصحيح. حركة لافتة جدا. الدكتور زاهي حواس اعلن ان هو عايز يكتب التاريخ للاجيال الجديدة، وهو كان مهتم جدا ان هو يعني عايز يكتب التاريخ للاطفال بالذات. حلقة مع شريف عامر قال احنا عايزين نعيد كتابة الحضارة الفرعونية. دي اول كلمة قالها، نعيد كتابة الحضارة الفرعونية. واحنا عاملين نهاتي ونقول ما اسمهاش الحضارة الفرعونية، وهو يقول لك عايزين نعيد كتابة الحضارة الفرعونية. المفروض انت عالم اثار ومتخصص، ودليل اهو الحضارة الفرعونية. لا، هي ما اسمهاش الحضارة الفرعونية، اسمها الحضارة المصرية القديمة. الدكتور زاهي حواس بقى عايز يعلم الاطفال ايه؟ عايز يعلمهم العادات والتقاليد بتاعة المصريين القدماء، او هو على حسب ما بيقول الفراعنة يعني. ده في كلامه هو. عايز يعلمهم العادات والتقاليد. بيقول مش مهم ان انا ادرس الاولاد رمسيس الثاني هزم مين او انتصر على مين، لا مش مهم. يعرفوا العادات والتقاليد. احنا طول عمرنا اللي اتعلمناه واللي درسناه واللي اتقال لنا حتى في الميديا، بحس ان في انفصال، بحس ان في حاجه، حلقه مفقوده. كان في ناس كتيره جدا بتتكلم عن عادات المصريين القدماء وحاجات، بس في حاجه مفقوده. انتوا مش عايزين تخشوا في الكور، انتوا عمالين تخشوا في الايه، شكليات. كانوا بيعملوا كده، كانوا بيستخدموا اواني فخاريه كذا، كانوا مش عارفه ايه، لكن فين الكور؟ فين الحضاره؟ فين اساسها؟ انتوا فصلتونا عن حضارتنا، فصلتونا. هو مش مهتم ان هو يعلمهم التاريخ نفسه، لا هو مهتم ان هو يعلمهم العادات والتقاليد والعظه. طيب العظه بقى دي اللي هي ايه؟ الدكتور زاهي حواس مهتم جدا بتاريخ خوفو. مؤلف كتب كتير عن خوفو، واخرها كتاب اسمه خوفو وذات العيون الذهبيه. الكتاب ده هو كان مؤلفه باللغه الانجليزيه والفرنسيه. معه في الحلقه قال ما كانش عندي وقت ان انا اترجمه للعربيه. هو اصلا بيألف كتبه علشان هو بيهديها للغرب على الهوى الغربي. هو عارف هما بيحبوا ايه وبيديهولهم. الموضوع مش موضوع تاريخ. بقى ايه عن خوفو؟ اللي هو بالمناسبة خوفو ده اللي احنا قلنا وناس كتيرة جدا قالوا ان هو مش هو اللي بنى الهرم الأكبر. بيقول ايه عن خوفو؟ ان خوفو كان بيحب فلاحة. هو بقى عايز يعلم الأطفال الحاجات دي، بقى ايه، يوعي الأجيال الجديدة بالحاجات الإنجازات بتاعت خوفو. اللي هو ايه بقى؟ خوفو كان بيحب فلاحة. هو بقى بيوصف أول لقاء ما بينهم، وهو قالها بالعضبة لسانه. اللقاء ده كان فيه اللي هو اللقاء ما بين خوفو والفلاحة اللي هو حبها دي. اول لقاء ما بينهم كان فيه حاجات يعني ايه كده، قال حاجات يعني زي حاجات مش حلوه، حاجات اباحيه، حاجات جنسيه، حاجات بالمعنى ده. الكتاب اترجم، في بقى حد ترجمه بعد كده، في دكتوره مصريه ترجمته. بيقول ان دار النشر او هي دار نهضه مصر اللي جت تنزل الكتاب رفضت ان الحاجات دي تنزل في الكتاب. عايز توعي الشباب وتوعي الاطفال الاجيال القادمه بالحاجات دي، بانجازات خوفو. فبيقول ان خوفو عشان حب الست الفلاحه دي، الحاجات اللي ما بينهم خلته يبني الهرم الاكبر، وخلته يعامل العمال بطريقه كويسه. ده بذمتكم كلام يخش عقل؟ كده انت نسفت تماما ان خوفو ده هو بني الهرم الاكبر. ده نسفتها لي تماما. فالدكتور زاهي حواس لما بيجي يكتب كتب للغرب، هو بيخاطب هواهم، وبيخاطب الحاجات اللي بتعجبهم، ان هم بيحبوا شغل الاساطير، بيحبوا الشغل الفرعونيات. هي ما تمتش لحضارتنا بصلة. يا دكتور زاهي احنا عايزين نتعلم تاريخنا بطريقة صحيحة، وعايزين نكشف التزييف اللي حصل في تاريخنا. وده اللي احنا عايزين اجيالنا القادمة تتعلمه وتشوفه. حتى الاجيال الصغيرة دلوقتي لازم تعرف تزييف، ولازم تعرف حقيقة تاريخها. ده اللي احنا عايزين نعرفه. احنا مش عايزين نعرف خوفو كان بيحب مين، ولا عيون ذهبية، ولا الكلام ده. مش ده اللي هيفيدنا في تاريخنا. طب ليه بقى دلوقتي بالذات اهتميتوا ان انتوا تعلموا الاطفال، وقلت ان انت بتقول مفيش وعي اثري؟ انت بتقول مفيش وعي اثري والناس ما عندهاش وعي اثري. هو ده الوعي الاثري. ليه دلوقتي بالذات عايزين تعلموا الاطفال وتنشروا الوعي الاثري بتاعكم؟ هل بعد وجود واحد زي رامي نبيل بتاع البرزخ والحقائق الصادمة كشفها عن التزييف في الحضارة المصرية القديمة، هل انتوا خايفين ان الحاجات دي تأثر على الأجيال القادمة والناس هم يعرفوا الحقيقة بجد؟ فانتوا عايزين تلحقوا الموجة دي، عايزين تلحقوها وتنشروا بقى الحاجات اللي انتوا عايزين تنشروها، او تقابلوا الموجة بموجة تانية مضادة. الدكتور زاهي حواس اللي هو من ضمن كلامه في احد اللقاءات ان هو بيقول ان الانبياء ملهمش وجود اثري، او ملهمش دليل اثري على وجودهم. قال كده بنفسه. هو من ضمن الناس اللي بتقول كده. هو بيؤمن بالدليل المادي. البرزخ اثبت ان الاثار الموجودة دي
بتخص انبياء. هو ممكن يكون اسمه ملك، وممكن يكون ملك احنا عارفينه بس هو نبي. انتوا بتقولوا بننكر وجود اي دليل اثري، ما هو ده ما هو ده التزييف اللي حصل. التزييف اللي حصل، انبياء موجودين قدامنا عارفين اسمائهم، بس اسمائهم اللي هي في هيئة القاب، مش عارفين مش عارفين حقيقتهم. اللي عمله رامي نبيل، واللي انا شايفاه ان هو يعني يمكن اهم اكتشاف حصل في ال100 سنة الأخيرة، إن هو عارف يربط ما بين القرآن الكريم اللي هو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين الدليل الأثري المادي اللي موجود عندنا. كده بيتحارب جامد جدا، وعلشان كده بيحاولوا إن هم يشوهوا صورته. ومن أكبر الحاجات والكذبات اللي رامي نبيل يعني اتكلم عنها، كذبت إن بني إسرائيل من سلالة يعقوب. دي من أكبر الكذبات اللي تروج لها. وللأسف أنا صدمت إن في دعاة طالعين ينفوا ده، حين ان البحث بتاع رامي نبيل اثبت. اسمعوا الحلقات بتاعته هتفهموا. بنو اسرائيل ليسوا من سلالة يعقوب، بل من سلالة القاتل ابن ادم. العقل والمنطق وكل حاجة بتؤيد ده، ان مش معقول قتلة الانبياء واللي هما بيسفكوا الدماء دول يكونوا من نسل يعقوب عليه السلام. في كده ان اخوة يوسف حاولوا ان هما يقتلوه كده، بس هما تابوا. سيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هم بقى مسكوا في دي علشان ينسبوا نفسهم لاخوة يوسف، ان هم من نسل اول قاتل على الارض. فانا ارجو لمن يهمه الامر ان هو عايز يعرض، ان دكتور زاهي حواس عايز يعرض الامر او المشروع بتاعه ده على وزارة التربية والتعليم ووزارة الآثار ووزارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون، عايز ينشر وعايز يطلع موافقة رسمية بحاجة زي كده. أرجوكم مش ده التاريخ اللي احنا عايزين نعرفه. أرجوكم احنا عايزين نعرف التاريخ الحقيقي. كفاية تزييف لحضارتنا لحد كده، ومش عايزين حد يزيفها لنا تاني على هواه. ده احنا عايزين الأجيال الجديدة تطلع على التاريخ الحقيقي، وإن حضارتنا المصرية القديمة هي حضارة الأنبياء، وهو ده اللي حاولوا إن هم يخفوه عننا. أرجو إن صوتي يوصل، أرجو إن صوتي وصوتنا يوصل، ان احنا مش كفايه تزييف للتاريخ. لو تاريخ هيتكتب بالشكل ده احنا مش عايزينه، مش عايزين التاريخ يتكتب بالشكل ده، ولا عايزين الاطفال يتعلموا الحاجات دي. احنا عايزين اطفالنا يتعلموا التاريخ السليم بعد كشف التزييف الحقيقي.